بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الكاتب العام لعمالة مقاطعة المكسيك، السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد الكاتب العام كل باسمه ومقامه وصفته، السيد المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السادة العلماء أعضاء المجلس العلمي المحلي، السادة المرشدون والخطباء والوعاظ والقيمون الدينيون العاملون بتراب عمالة مقاطعة المكسيك، الحضور الكرام معشر المؤمنين. تحل علينا كل عام في يوم 9 من ربيع الآخر ذكرى وفاة أمير المؤمنين صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه ونور ضريحه. ويجسد تخليد هذه الذكرى التي تأتي أياما قبل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة الشريفة، والترحم على روح قائد فذ وعاهد متبصر قاد الأمة لمدة 38 سنة، ترك فيها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين بحكمته ورؤيته الثاقبة واختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة، قاد من خلالها البلاد نحو الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. عكستها الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية الصاعدة. لقد قاد رحمه الله ملحمة المسيرة الخضراء لاستكمال الوحدة الترابية، وتبنى خلالها رؤية قائمة على الحزم، مما جعل قضية الصحراء المغربية محورا أساسيا في العلاقات الدولية والإقليمية للمملكة. وشهد المغرب على عهده رحمه الله انطلاقة المشاريع الكبرى في مجال التحديث الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إرساء قواعد البنية التحتية عبر إنشاء الطرق السريعة والموانئ والمطارات، وإطلاق مشاريع تنموية زراعية وصناعية مثل مشروع بناء السدود. وتجلت عنايته رحمه الله بإصلاح الشأن الديني بإنشاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس التابعة له، وإبداع الدروس الحسنية الرمضانية التي انفردت بها المملكة المغربية في شهر رمضان عن باقي دول العالم العربي والإسلامي، والتي أسهمت في الإشعاع العلمي والريادة المعرفية للمملكة. ودشن رحمه الله مراكز للبحث العلمي لتحسين قدرات البلاد التكنولوجية وتعزيز المنافسة الاقتصادية، ووجه رعايته رحمه الله إلى توسيع الخدمات الصحية. كما أدخل رحمه الله إصلاحات سياسية رغم تحديات الفترة، وذلك بتعزيز الاستقرار السياسي من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى استقرار الوضع الأمني في البلاد. وعزز رحمه الله الدور الدبلوماسي للمغرب في العالم العربي والإفريقي، وأبدع بفكرة إنشاء اتحاد المغرب العربي. هي ذكرى إذن يقف فيها المغاربة بكل إجلال وتقدير أمام المنجزات العظيمة التي حققها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي أبان عن عبقرية فذة ونبوغ منقطع النظير، إذ تمكن رحمه الله من جعل المغرب دولة عصرية وشجع ثقافة السلم في علاقة المملكة بالعالم. فقد خلف وراءه رحمه الله إرثا دبلوماسيا غنيا وزاخرا للدروس من أجل ترسيخ مبادئ السلام والوفاق، فكان طيب الله ثراه من عظماء العالم في القرن العشرين. لقد كان رحمه الله رائد المدرسة الحسنية التي تلقى فيها المغاربة دروسا في التشبث بالوطنية الحقة وفي التحلي بمبادئ الوسطية والاعتدال. فجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه لم يكن فقط وراء وضع سياسة تنموية ترتكز على مؤسسات قوية وعصرية، بل كان صانع السلم الاجتماعي بالمغرب. ونحن إذ نخلد ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه،
فإننا نعتز ونفتخر بما يقوم به وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب على سنن والده من أجل وضع المغرب على سكة القرن 21 مع ما يتطلبه ذلك من عصرنة وتحديث، عنوانهما الأوراش الكبرى التي دشنها جلالته في جميع أنحاء المغرب، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، كما سار جلالته على نهج والده في تعزيز ملف مغربية الصحراء في الساحة الدولية. إنها مناسبة تقتضي منا التدبر في منجزات المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، والاقتداء بها والسير على نهجه خلف وارث سره أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة أمير المؤمنين الحسن الثاني بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يمطر شآبب رحمته وغفرانه على روح أمير المؤمنين الملك محمد الخامس، وأن ينير طريق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن يسدد خطاه، وأن يمد في عمر جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.